السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وجولة جديدة في محلات ابو خمسة اللي كلكم طبعا بتحبوها. وكلنا بنحبها طبعا. هنعمل جولة كده. في اطباق بقى وحاجات للمطبخ، حاجات كلها حلوة جدا جدا وهتنفعنا. سواء لتخزين البقوليات، سواء لتقديم الأكل، سواء حاجات للتلاجة. كل حاجة موجودة. بس أسعارها طبعا بتبتدي من 5 ريال لأكتر من 10 ريال، يعني في حاجات ب13 ريال. ده طبعا مش مكان سعره موحد، بس حاجته حلوة جدا جدا وكلها زي ما حضراتكم شايفين كده. الحاجة بتتكلم عن نفسها، حاجة روعة. أهم حاجة بقى، لو أول مرة تشوفوني متنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. كومنت حلو بقى عشان اعرف ان فيديوهاتي بتعجبكم. كمان شيروا الفيديو لاصحابكم عشان يوصل لعدد كبير من المتابعين وعشان قناتنا تكبر بيكم وبيا ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين كده، ابتدينا بمنظمات التلاجة والخضار على فكرة برضو، حاجات حلوة جدا جدا. منها احجام واشكال. في اللي هي في بقى اللي هي علب للتلاجة، وفي كمان علب كده نحفظ فيها الأكل. في مصفى، وفي الحاجات دي زي دي علب الكاتشب والمايونيز. اللي احنا ممكن نفضيهم كده فيها ونحطهم بيبقى شكلهم حلو جدا. كان في كمان تشكيلة كده من القماش ده، مش عارفة كان استخدامه، بس يعني كان موجود، بس كان ألوانه برضو مبهجة كده. دي حاجات بتحفظ اللي هي المخبوزات والتورت والكيكات، بتحطيها كده في قلبها وتغطيها، بتخلي الكيكة طرية زي ما هي وبتحفظها، وما تخليش طبعا اي حاجة تيجي عليها. هنا برضو في زي ما حضراتكم شايفين كده، المنظم ده للتسالي، يعني نحط فيه لب سوداني، شوية تسالي، بيبقى حلو جدا جدا. بصوا دي كراسي الرحلات، حبيت ان انا اوريها لكم، ومعاها الترابيزه كده بتاعتها، او ممكن برضو تاخدوها في الحديقه كده، تبقى حلوه جدا جدا، قعدات كده تبقى حلوه قوي. دي كده منظمات. والعلب دي تحطوا بقى فيها، تخزنوا فيها مثلا بقوليات، تخزنوا فيها دقيق، رز، اي حاجه انتوا حابين تخزنوها يعني. فحلوه جدا، وفي منها احجام كتير قوي واشكال كتير جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا بقى الصواني دي صواني اكريليك مش ازاز. برضو والبولات دي شكلها كان حلو قوي. والكراسي دي برضو شكلها حلو، وكمان بتنفع للاطفال، بس مش اللي هم يعني طول الاطفال اللي فوق السن 6 سنين مثلا، هتبقى حلوة قوي ليهم. وهنا برضو بصوا دي بقى اللي بتنفع مثلا للمكرونة، تنفع للبقوليات، تنفع ان احنا نحط فيها شعرية، عدس. دي حلوة جدا جدا. وبتاخد احجام، يعني مثلا بتاخد، يعني مثلا العلبة دي كانت بتاخد تقريبا 2 لتر، كبيرة قوي. وبصوا برضو دول في منهم احجام واشكال كتير قوي، يعني مدور ومربع احجام كتير جدا جدا يعني. لو مش بيعجبك الحجم ده هيعجبك ده، فهيعجبكم حاجات كتير. طبعا احنا بنبقى رايحين ان احنا نشتري حاجة واحدة بس، بنخرج مالين العربية، يعني بنشتري كمية من كتر ما بنلاقي حاجات شكلها حلوة قوي وحاجات شكلها جميل. طبعا اكيد على رمضان هينزلوا برضو تشكيلة حلوة قوي منها. انا يعني ان شاء الله ابقى انزل واصورها لكم. آه، يعني من جمال الحاجة الواحد ما بيبقاش عايز يطلع من المكان ده. بصوا بقى هنا الاطباق والبولات الصغيره كده شكلها تحفه. نوعها سيراميك وفي كمان بورسلين، حلوه جدا جدا. بصوا الاطباق اللي فيها ورد ازرق دي شكلها حلو قوي. كمان البولات اللي لونها كافيه دي برضو كان شكلها حلو جدا. في بقى الالوان يعني زي الاورنج والاخضر دي. الاطباق البيضاء انا بحبها جدا، يعني ما بحبش الاطباق الملونه زي البيضه بصراحه. وكان في منها أحجام وأشكال كتير جدًا، جدًا، يعني أطباق للغرف وأطباق مسطحة، بولات للشوربة مثلًا، في كمان بولات للصوصات، في بولات إزاز.
بس أنا يعني مش بافضّل بصراحة الإزاز أوي، أنا باخاف من الإزازة جدًا، يعني ما باحبش حاجة تتكسّر كده. آمم ما باحبش إن أنا أشوف إزاز مرمي في الأرض. بُصّوا أشكال الأطباق جميل جدًا إزاي، في منها يعني كل الأنواع وكل ما تتخيلوا، يعني أي حاجة تتخيلوها موجودة في المكان ده، حلوة أوي، أوي. زي ما قُلت لحضراتكم بتبقوا رايحين تشتروا مثلًا مفرش يعني اللي هو السفرة كده، بتلاقي نفسِك شارية تقريبًا كل حاجة، يعني اعملوا حسابكم كده وأنتم رايحين. بُص بقى دي أطباق اللي كانت أطباق الميلامين، دي بقى أطباق صيني كده، اللي هي لونها أسود كده شيك جدًا، جدًا. بُصّوا أصلًا بتلمع إزاي، شكلها حلو أوي. يعني لونها حلو جدًا، وبالذات بقى في التصوير بتبقى حلوة أوي، وكمان في الأكل برضه بيبقى شكلها شيك كده على السفرة. بُصّوا بقى عاملين منها برضه أشكال كتير متنوعة، يعني مش نفس نوع الطبق، مش نفس نوع الصيني أو البورسلين. نيجي هنا بقى دي للصوصات والبولات الصغيرة اللي بيكون للشوربة كده. دي برضو عاملين منها أشكال وأحجام كتير جدا، يعني مدورة أو مربعة أو مستطيلة، يعني في أحجام كتير جدا. بصوا بقى الحاجات دي اللي هي الشغل اليدوي دي شكلها شيك جدا، بتفكرنا بالشغل البدوي بتاع زمان، شكلها حلو قوي. وفي منها برضو أحجام كتير جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الحاجات دي احنا ممكن نجيبها اللي هي الأحجام الصغيرة دي، ونحط مثلا فيها العيش. برضو هتبقى حلوة جدا. ودي صواني كده شكلها شيك جدا جدا، ممكن نبقى عاملين مثلا مخبوزات او اي حاجة ونحطها كده في قلبها، تبقى شكلها حلو. او برضو للتقديم شكلها شيك جدا جدا، وجديدة كمان يعني ما كانتش موجودة قبل كده. فكل الحاجات دي شكلها حلو قوي. برضه بيكون في أقسام يعني مثلًا دي البولات الإزاز دي أنا جِبت منها، عجبتني جدًا، هاعمل لكم فيها الزبادي. يعني حلوة أوي، أوي، وحجمها كمان حلو ومناسب جدًا. وكمان بيكون في أقسام للمنظفات، وفي أقسام اللي هي المكنسة مثلًا، المساحة، الحاجات دي بتبقى متوفر، يعني كل حاجة متوفرة في المحلات دي. هنا بقى الصواني التقديم دي بصوا في منها اشكال كتير جدا، وكمان يعني كل شكل مختلف عن التاني، وفيها اذواق كتير قوي. فطبعا يعني الشكل ده معجبكيش الشكل ده يعجبك. ففي منها حاجات حلوة قوي. بصوا دي برضو حلوة جدا، عجبتني قوي، بس طبعا مش ب5 ريال، يعني اغلى. ودي برضو شكلها حلو جدا جدا، وتنفع كده كديكور، شكلها حلو قوي، يعني شيك جدا. ونرجع بقى للصواني، بوريكم برضو ان التشكيلة كتير، يعني كان في كمية كبيرة قوي من الصواني دي. هوريكم برضو دي اللي هي التمرية كده، اللي مثلا في رمضان بنحط في قلبها التمر مثلا، وبيبقى متغطي كده، نحطه في نص السفرة، او بنحط فيها شوكولاتات برضو، يعني حلوة قوي. هنا برضو دي قسم كده موجود فيه اللي هي طاسات والحاجات دي، بس انا يعني مش بحبها قد كده، بتبقى حجمها خفيف، يعني خفيفة كده شوية. فبافضّل إن أنا أشتريها من محل، يعني حاجات مضمونة أكتر. دي بقى اللي هي الصفايات، كان في منها برضه أحجام كتير جدًا. حتى بُصّوا المفكات، يعني حتى المفكات موجودة. ودي برضه المصفى دي حلوة جدًا وعملية أوي. يعني أنا باقول لكم إن في كل حاجة، كل حاجة كانت موجودة. حتى أنا كمان لقيت السلك اللي هو الناعم بتاع مصر برضه موجود فيها. بصراحة جِبت منه، يعني كنت محتاجاه جدًا. في بقى سلك خشن، وفي اللي هو السفنجات الإسبونجات دي، يعني في أنواع كتير، يعني كل حاجة أنتِ تيجي في بالِك هتلاقيها هنا. وطبعًا المكان كان زحمة جدًا، علشان يعني رمضان قرّب، وكمان عروض يوم التأسيس برضه هنا في السعودية. فالمكان أصلًا كان زحمة، مع إن مش يوم أجازة. زي ما حضراتكم شايفين برضه هنا. دي كده أنا مش عارفة اسمها بصراحة، يعني عاملة بولات كده، أو دي مثلًا صواني. برضه دي كان في منها ألمونيوم وفي منها الستانلس، يعني في منها من نوعين. وبصوا برضو دي مصفى ستانلس برضو. بس الفتحات بتاعتها كانت كبيرة، يعني مش ضيقة كده ان احنا ممكن نصفي فيها مثلا طماطم. ودي بقى اللي هي
زي مثلا حاجات للعجن احنا ممكن نجيبها ان احنا نعجن فيها او نستخدمها في اي حاجة تانية. دي برضو صواني كده ممكن نحط فيها اطباق صغيرة، عليها اطباق صغيرة للاكل مثلا. ودي برضو زي الاطباق اللي هي الكبيرة. كان في منها بقى حجم كتير جدا واشكال كتير. يعني بصراحة كان في كميات كتير قوي في اليوم ده، وحاجات كتير، كان في كل حاجة. بصوا انا هنا بوريكم يعني اللي قدرت ان انا اوريه لكم بصراحه. هنا كان في اللي هي زي ما قلت لحضراتكم اللي هي المصفى الستانلس. كان في كمان اللي هي المناخل، اللي هي منخل الدقيق برضو. كان في منها احجام كتير قوي. ودي برضو الستانلس اللي زي ما قلت لكم فيها اشكال كتير جدا. هنا بقى صواني تيفال، في منها اللي هي القلب دي، وفي منها المدوره، في اللي هي بتاعه الطرد. يعني كان في منها كتير جدا، وفي كمان الصواني اللي بتتفتح. دي برضو كان موجود هنا البرطمانات الازاز باشكال كتير جدا. يعني هتحبي كل الاشكال اللي موجوده فيها، كلهم شكلهم حلو وكيوت كده، جمال قوي. ممكن طبعا ناخدهم برضو نخزن فيهم اي حاجه احنا حابينها. وهتبقى شكل يعني حلوه، وكمان هنعرف ان احنا نستخدمها. بصوا برضو الالوان، يعني في منها الوان كتير، وفي منها خامات، يعني الماتيريال بتاعتها كتير، مش ازاز بس، في بلاستيك وفي كذا نوع من الخامات بتاعتها يعني. في حاجات كتير جدا. فروحوا يعني المكان ده هيعجبكم قوي. المكان ده طبعا الهرم، على طريق ابها خميس. يعني في كل حاجة، متوفر كل حاجة. بس هو أنا زي ما قلت لحضراتكم إن عيبه الوحيد إنه مش سعره موحد زي مثلا الشامل سعره موحد. لأ، ده سعره مثلًا بيبتدي من 5 ريال، 75 هللة لأكتر من 10 ريال، يعني في سعره أعلى شوية. هنا البرطمانات زي ما قُلت لحضراتكم كان فيها أشكال كتير وألوان أكتر، يعني حاجات حلوة جدًا. دي برضه كان في برضه الأشكال دي، ودي يعني حاجات تُحَف كده شكلها شيك جدًا. يعني تستخدم كده إن إحنا نحطها مثلًا على البوفيه أو على السفرة، هتدّينا شكل حلو أوي. ودي بقى كانت ازاز كده شكلها شيك جدا جدا، يعني بصراحة كانت حاجات مميزة وحاجات روعة. اتمنى انكم تروحوا المكان ده، والله ده مش دعاية خالص، انا بحب ان انا انزل اصور فيه. هيعجبكم قوي. وانا بحب ان انا اصلا اروح المحلات اللي هي بخمسة دي. بصراحة يعني بنلاقي فيها كل حاجة، يعني كل حاجة بتلاقيها. وزي ما قلت لكم ان احنا يعني مثلا مش بنبقى رايحين عارفين ان احنا هنجيب الحاجات دي. يعني انا كنت رايحة في اليوم ده هشتري كام كراسة كده، يعني أنا كنت عايزة شوية كراريس وخلاص. كنت هجيب مفارش السفرة بس. لقيت نفسي بقى يعني ايه تعمقت كده في المكان. هنا بصوا بقى اخر حاجه هوريها لكم. الباسكت حبيت ان انا اوريها لكم، والله شكلها كيوت جدا. حطوها كده في غرف الاطفال، شكلها حلوة قوي. وكمان هتعودهم على النظافه، وتعودهم ان هم يرموا الزباله مثلا في الباسكت. هيبقى شكلها حلو قوي، وهيتعودوا النظام يعني. في منها بصوا الوان واشكال كتير قوي. لو وصلتوا بقى للفيديو اللحظه دي، ما تنسوش بقى اللايك واشتراك في القناه، وكمان كومنت للفيديو. واشوفكم بقى فيديو جديد.